انت هتحل المشكلة بس مش من جذورها. التليفون هيقفل ويفتح تاني، هيخش تاني في وضع الريكفري التاني. هو ده تليفون برضو من التليفونات اللي كان مفروض ان احنا ننزل عنها فيديو. العميل جايبه في وضع الريكفري. طيب احنا دلوقتي موقف زي ده، تليفون بتقفله ويفتحه يعني خلك تاني في الريكفري. اول حاجه هتبص عليها، اول حاجه هتقولها للعميل، هتقول له طبعا سوفت. طب وبعدين يعني انت هتحل المشكله بس مش من جذورها. التليفون هيقفل ويفتح تاني، هيخش تاني في وضع الريكفري التاني. هو اول حاجه عملناها فتحنا التليفون وبصينا طبعا على الزرار اللي في الجنب ده، اللي هي السبب اصلا في الزرار خفض الصوت ده. هو بيكون السبب في مع الباور في الدخول لوضع الريكفري. طبعا العميل مش فاهم، شايف الشاشة قدامه غريبة. انا بس بتكلم في نقطة زي دي لان اولا الاخوات الفنيين طبعا لما يجي لك حاجة زي دي المفروض ان انت اول حاجة تعملها تبص على الزرار اللي في الجنب. لقيت الزرار اللي في الجنب معلق، اعرف ان وضع الريكفري هو داخل عليه بسبب الزرار اللي في الجنب. طب لقيت الزرار اللي في الجنب مش معلق، ماشي، ساعتها ابدأ اتكلم في موضوع السوفت. ده بالنسبة لأصحاب المحلات أو الفنيين. طيب بالنسبة للناس اللي هي العادية أو العملاء، أنت لقيت تليفونك فتح على شاشة شكلها غريب، تتوجه على طول لفن الصيانة علشان يحلك المشكلة. لأنك أنت طبعا هتفضل تجرب وتقفل وتفتح والكلام ده كله، ممكن تفرمت التليفون زي ما حصل مع صديقنا ده. طبعا صديقنا ده اللي حصل ان هو فتح التليفون واتك على الزرار اكتر من مره، بيجرب بيشوف الدنيا فيها ايه، لقى ان المشكله اكبر منه، فتوجه ساعتها للفني علشان يشوف مشكلته ايه. بس طبعا بسبب اللعب والكلام ده كله دخل نفسه في متاهه قفل التليفون. طبعا التليفون لما اتفرمت، التليفون بيتفرمت من بره، فهيطلب منك النقش اللي كان عليه او كلمة السر، او هيطلب منك الجيميل. فهو دخله برضه في سوفت. لو هو مش فاكر الحاجات دي فهو دخله في سوفت. طيب فاكرهم، هيفتح التليفون، هيتفتح التليفون ممسوح كل حاجة من عليه. طب احنا استفدنا ايه؟ لا، انا يعني نصيحة لاي حد عنده اي مشكلة في تليفونه يتوجه فورا لفن الصيانة عشان يحلها له، بدل ما يدخله تاني في متاهة تانية او يدخله في قصة تانية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.